ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مفيش حد فينا معصوم من الخطأ. سيدنا آدم عصى ربه وأكل من الشجرة، وسيدنا يونس ترك قومه اللي ربنا أمره بدعوته، وسيدنا موسى قتل نفس بالخطأ وهو بيدافع عن واحد من قومه. المرحلة الأولى وهي الخطأ، بتيجي بعدها المرحلة التانية وهي مرحلة الابتلاء. الابتلاء بيجي من ربنا كتنبيه لينا. آدم عليه السلام ربنا ابتلاه إنه نزل من الجنة للأرض، ويونس غرق في ظلمات البحر وبطن الحوت، وموسى اضطر يسيب بلده ويمشي غريب مطرود. وأحيانا الابتلاء بيكون ضيق في الصدر، أو قلق ملازمك، أو حتى رزقك بيتسحب منك، أو صحة بتروح، أو خسارة لحاجة كنت بتعلق بيها. كل دي رسائل من ربنا عشان يفوقك. بعد كده بتيجي المرحلة التالتة وهي الاستغفار والرجوع لربنا. آدم عليه السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ويونس عليه السلام وهو في بطن الحوت نادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التلاتة ما تأخروش بعد الذنب وما سمحوش للشيطان إن هو يوسوس لهم إن ربنا مش هيقبل توبتك، أو إنك بتذنب نفس الذنب كتير وبترجع فيه. لا، ربنا مش هيقبلك ويحبطهم من ربنا. بالعكس، ربنا وعدنا وعد صريح في كتابه الكريم فقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا بتيجي المرحلة الرابعة، المغفرة والرحمة من ربنا. ربنا مش بس قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل ربنا قال: يبدل الله سيئاتكم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا أنقذ يونس من بطن الحوت وكرمه بين الأنبياء، وغفر لموسى، بل واختاره بعدها رسول من الرسل، واجتبى آدم عليه السلام. التوبة مش مجرد كلمة بتقولها ولا فكرة بتيجي في دماغك بعد الذنب عشان ترضي ضميرك. التوبة قرار إنك تنوي تتغير بجد وتجاهد نفسك قصاد المعصية. كل مرة الشيطان يقرب منك تقوم ترجع لربك أسرع. ساعتها بس هتحس إنك فعلا بدأت صفحة جديدة مع ربنا.